فاطمة ضربت وكسرت ضلعها، وأخرجها علي بن أبي طالب خارج المدينة وبنى لها خيمة وأسماها خيمة الأحزان. لكن هي لما علي بن أبي طالب، لاحظوا الآن الرواية ستنقلب ضدهم. علي بن أبي طالب كان ينبغي رضي الله عنه وأرضاه أن يسميها خيمة المهزومين وخيمة الجبناء، لأنه راح جلس وهو من هو وجلس سماها خيمة لا والله علي بن أبي طالب أشجع من أن يسميها خيمة الأحزان. لكن أفضلكم علي كان يسمي أفضلكم أن تسميها خيمة الكذب والافتراء. أعطونا دليل على هذا. هكذا قال أهل البيت. وهو المرجع الشيعي الشيخ محمد حسين فضل الله، وهو ينكر ولا يقبل بعقله مثل هذه الرواية. فمن الشيعة من ينكر هذه الرواية ثم ذهب ليقول إنها مسألة تاريخية لا علاقة لها بالاجتهاد، وقال إن الشيخ المفيد لم يؤكد ذلك، وإن السيد محسن الأمين وأن المرجع الشيعي محمد حسين كشف الغطاء لم يؤكدوا هذه الحادثة، وأنه درسها على مستوى الوثاقة في الرواية فلم يطمئن إلى مثل هذه الرواية لذلك أنكرها. يشكر الشيخ محمد حسين على هذه القضية، ونعتقد أننا بدأنا نخطو الخطوات الصحيحة نحو التقارب بالتثبت. فلما تثبت هذا الشيخ المكرم أنكر هذه الرواية. نعم. لكن لي عليه مؤاخذة. قال لا علاقة لها بالعقيدة. طبعا حتى يفهم كلامي هذا صحيح، تقصيد جميل. نعم. انه حدث تاريخي حصل ام لم يحصل ليس لها علاقة. نعم. لكن لها علاقة بالعقيدة، وهي ان عقيدة الشيعة اليوم اثارة الفتنة. نعم. وان عقيدة الشيعة اليوم وعن الروافض بط ولا الله لا اتهم كل الشيعة. نعم. بيناها مرارا وقلنا انهم ليسوا سواء. ليسوا سواء. احسن. نعم. نعم. وهذا من الظلم. من الظلم أن نعمم ذلك على كل شيء. وكل سني عالم أو غير عالم يعمم هذه الأحكام فهذا من الظلم. من الظلم وعدم الوعي في إصدار الفتاوى. نعم. الشيعة طبقات وأصناف وجماعات، لكن صارت من العقيدة لأنها عقيدة قتالية تهيئ الناس للصدام. نعم. حصرها بالباب، انه اجهض جنينها، كسر ضلعها. نعم. ضربها او اخذها بالسيف. فلا بد ان يثور المسلمون كي ينتقموا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مخاطبة العاطفة مرة ثانية. نعم. السؤال هل هم الان سؤالان اتحدى كل الشيعة، عفوا الشيعة اللي اصحابتي، هل هم اشجع من علي؟ إذا كان علي لم ينتقم هم أشجع من علي. اثنين ممن يريدون أن ينتقموا اليوم. نعم. لمظلومية الفاطمة